السلام عليكم. وها أنا من جديد مع فيديو جديد. إن شاء الله تكونوا بخير. ربي يفرج علينا إن شاء الله، والفرج قريب. اليوم إن شاء الله حبيت نشارك معاكم واحد الوصفة لا أظن أنكم شفتها من قبل، وهو مركز لتحضير ليمونادة، أي مشروب الغازي للبرتقال أو الليمون، ولا عصير. تحبوا تستعملوه كعصير أو تستعملوه كليمونادة، كمشروب غازي. روعة 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 في المذاق، وما لا أظن شفتوه من قبل، يا والله أعلم. نبدأ على بركة الله. هنا عندي برتقال وعندي ليمون. السكر صاي راح تستغناو عن السكر، لأنه صاي محلى. ومن بعد كي تزيدوا له الماء ولا تزيدوا له المشروب الغازي راح يكون قد في الحلاوة. ومن بعد هذا الخيار يبقى لكم انتم، كل واحد كيف يحب، حلو ياسر حلو، قليل في الحلاوة. أنا هنا حطيت حوالي 700 غرام من السكر يعني.
البرتقال يعني حلو، خصوصا البرتقال هذا اللي تشوفوا فيه اللي عندي انا. شوفوا اللون تاعو كيفاه برتقالي إذا يعني عجبكم الفيديو قاتم، اشتركوا في يعني القناة حلو وشغلوا حلو حلو ما شاء التنبيهات الله. وكتبوا لي رأيكم انا في حطيت التعليقات. له هم وشوفوا زوز الفيديو. كيلو، حطيت له 700 غرام كيما حطيت للليمون. الليمون كيلو حطيت له 700 غرام. اما البرتقال 2 كيلو حطيت له 700 غرام، ومعها ليمونتين. حطيت السكر وخلطت، درت نفس العملية كما درت للليمون، وقفلت عليه. قلبوا مليح قلبوا مليح هداك السكر، وقفلت عليه. انا درت وكانت الساعة حوالي 12 ل 12 تاع الليل يعني. وبيتهم في الثلاجة، كانوا كبار يعني ما عنديش مكان. بيتهم يعني في البلكون، بيتهم في البلكون. وكان الحل بارد، خليتهم مقفولين وزدت حطيت عليهم يعني مناديل وخليتهم في البلكون. الصباح كي نط زدت حركتهم، زدت حليتهم وقلبتهم شوية، دخلتهم قلبتهم باه يدوب هداك السكر اللي يكون عالق منه من في الجوانب. ومع يعني يقولوا حوالي الساعة يعني 12 ل 12 درتهم. حليتهم، لقيتها كيما شفتوا هاكم شفتوا هذاك العسل هذاك المركز يعني تاع الليمون وتاع البرتقال، يعني هذا كل يديروا به العصير. وهو يعني مازال ويزيد يطول عقد ما يزيد ياخذ الوقت، عقد ما يزيد يسيب هذاك العصارة تاعو، يسيب هذاك العسل هذاك الشراب المعسل. هنا فرغتهم في يعني في دي بوكو. هاكم تشوفوا فرغتهم، نفرغ ونحط فوقهم هذاك العصير المركز اللي يخدمه لنا الليمون. ان السكر والملح هما اللي يخرجوا العصارة تاع الليمون، والبرتقال السكر هو اللي يخرج له هذاك العصير تاعو، هذاك الجو، هذاك الماء. نصب نفرغ فوقه. هنا تعمر لي انايا الاناء تاعي، جاني كاس جا ياسر الليمون. اضفت يعني اناء صغير واحد اخرى، نوتخ بوكال صغير، ان بوتي بو، وقسمتهم اون دو، وحطيت هذاك الليمون ونظفتهم ومسحتهم من هذاك اللي ساحلي منه من على الجوانب، وخليتهم. وندير مع يعني نفس الطريقة مع البرتقال. نفرغ البرتقال في هذا البوكال ولا لوبو او الاناء. فرغت البرتقال تاعي، وهنا تانا البرتقال كان يعني كانت كمية كبيرة. زدت درت معها جبت اناء واحد اخر صغير، كملت لي بقى وفرغت هذيك العصارة. رائحة تهبل، صدقوني واحد الرائحة يعني اللي تحب في البرتقال تحط يعني عود قرفة. راح تشوفوا هذيك النكهة هذيك، يعني واحد حينس من هذاك العصير تاعنا القرفة. لكن انا عن بالي ولادي ما يحبوهش، بصح صدقوني والله يعني راهي وصفة رائعة يعني. به ما تضليش تعصري في البرتقال. يعني احنا هذه مش دائما نديروها، يعني احنا نحضروها لرمضان كي نكونوا صايمين، كما احنا يعني اليوم كنا صايمين درتها يعني الحمد لله يعني فرحوا بها اولادي وزوجي. وهنا راح لي المقطع كالعادة، عندي الهاتف تاعي راح يهبلني، الميموار تاعو كي تتعمر يروحوا لي فيديو. هنايا في العصير الليمون يعني حضرت معاكم الكأس الاول اللي حضرت فيه شرائح الليمون وهذاك الجوت المركز تاع الليمون. حطيت مكعبات الثلج اي دي غلاسون، وحطيت ماء غازي، حطيت ماء غازي مشروب غازي في الليمون.
وفي البرتقال حطيت مكعبات الثلج، حطيت شرائح البرتقال، وحطيت ملعقتين كبار من هذاك المركز، وحطيت الماء البارد ومكعبات الثلج لي غلاصون. صدقوني صدقوني حتى لي يتباع ماهوش كيما الطعمه كيما تاع هادو اللي خدمتهم انا، يعني تخدموهم في الدار. واحد 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 الطعمة كيما هذا تاع الليمون، تقدروا تزيدوا له اوراق النعناع، بصح اللي يكون لازم به يجي مليح ديروا له المشروب الغازي، واللي تحب دير الماء دير الماء يعني. والبرتقال درت له الماء والمكعبات تاع الثلج وتشربوهم. والله مذاق رائع رائع رائع، جربوهم والسلام عليكم.